السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معانا فيديو ازاي تقدر تفرد شتلات الطماطم بكل سهولة ويسر، عشان ده شيء لابد منه يا جماعة، لانك لو ما فردتش شجر الطماطم وسبته زي ما انت شايف بيذبل ويموت. طبعا احنا الاستفادة من كده اللي انت تستنى محصول من شجرة الطماطم. كل اللي عليك هتجيب معلقة زي ما انت شايف، معلقة شاي صغيرة موجودة في البيت بنخصصها للزراعة فقط لا غير، ودي بتبقى معانا في الزراعة بس يا جماعة، مش لاستخدام المنزل. طيب احنا بنوريك دلوقتي اللي العملية بتبقى سهلة جدا وبسيطة، وبأدوات بسيطة بتقدر تعمل كل شيء. بتحضر زي ما انت شايف أماكن لتفريد الشتلات، وطبعا بتكون تربة مناسبة للشتلات، وبتتعامل مع الشتلات بالراحة جدا. وكل بستلة من دول ممكن تاخد 4 شتلات أو 3 شتلات عشان تسيب مكان لنمو الطماطم. بصوا معانا كده، بنغرز المعلقة بالراحة كده بنسيب 2 سنتي وبنرفع زي ما انتم شايفين، بتطلع الشتلة كاملة. وزي ما انتم شايفين بتطلع كاملة من غير ما تتكسر ولا يحصل اي حاجة. بنوسع التربة زي ما انتم شايفين كده بفضل الله، وبيبقى معانا شتلة كويسة جدا. طبعا احنا بنستمر على الموضوع ده. تمام، زي ما انتم شايفين نزلت معانا الشتلة بكل سهولة ويسر اهو. طبعا الفيديو ده يعرفك ازاي تتعامل مع شتلات الطماطم وبكل سهولة ويسر. وبرضك بناخد شتلة تاني كده، بنسيب زي ما انتم شايفين حركة 2 سنتي، ونبتدي ناخد الشتلة بتاعتنا زي ما انتم شايفين. بصوا معايا كده، شكل توضيحي طالعة من غير اي خسائر ولا اي حاجة. طبعا الموضوع ده لازم يتعمل يا جماعة، وخلي بالكم. والتربة اللي انت بتنقل منها بتبقى مش مزقية مية خالص، زي ما انتم شايفين انا بوريكم اهو. وبتبقى ناشفة خالص التربة، لان ما ينفعش. اه بصوا بتتحرك كلها مع بعض ليه؟ لان بتبقى ناشفة. عشان لو طرية مش هينفع تنقل وهتقع من التربة بتاعتها. طبعا احنا زي ما انتم شايفين بننقل اهو، وبتبقى العملية سهلة جدا، ومعلقة موجودة في البيت يعني بكل سهولة ويسر. وتنقلهم شتلة شتلة، بتوزع على الأماكن اللي عندك يعني. هنا شتلتين 3 على حسب اللي انت زرعه. ده كله زارعينه بس من حباية طماطم واحدة. وزي ما انتم شايفين بنقول لك برضك، بنعيد الكلام تاني. هنا لازم تبقى التربة، بصوا زي ما انتم شايفين ناشفة ازاي، مش فيها مية خالص، عشان المعلقة تعرف تتمكن وتخرج ال- الشتلة بكل سهولة ويسر. فيا رب الفيديوهات اللي احنا بنعملها تنال اعجابكم، ونوصل لكم معلومة صحيحة وما فيهاش اي شيء ولا تعقيدات. وزي ما انتم شايفين كده هنخش دلوقتي لمرحلة كده. تمام، دي المرحلة اللي نقلنا فيها، بنوريكم ازاي تم النقل زي ما انتم شايفين بدون اي خسائر ولا اي حاجة. في بستلة تستحمل 3. هنا بقى بنسيب شوية كده لان دي المكان اللي كنا زارعين فيه الاول اصلا، فبندي المية. وطبعا مش هنعيد عليكم يا جماعة، اللايك بيفرق معانا تحفيزا لينا، والاشتراك ده بيبقى الدعم اللي بنستناه منكم. وطبعا ده بعد اذنكم لو الفيديو نال اعجابكم، وده فضلا وليس امرا منكم باذن الله. فزي ما انت شفتوا كده، وطبعا بتدي المية دي، وبرضك ما بتديش مية تاني. المعلومة المهمة يا جماعة، غير لما تحس اللي التربة خلاص ما بقتش رطبة والشتلة مسكت في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.